السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ظهور للملكة رانيا بعد زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة. تحظى الملكة رانيا العبد الله زوجة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ابن ملك الأردن بشعبية جارفة في بلادها والعالم العربي، فلها مكانة كبيرة في نفوس الجميع، خاصة وأن الملكة رانيا دائما تساند شعبها وتقدم يد العون للجميع، وده بجانب إطلالتها الراقية الملكية لها ولأبنائها الثلاثة الأميرة إيمان وسلمى والأمير هاشم. وأحييت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحفل الموسيقي الخيري واللي أقيم في الأردن تحت رعاية وحضور الملكة رانيا العبد الله وبحضور الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء طلال. وأقيم الحفل لدعم علاج مرضى السرطان. وشاركت الفنانة نانسي عجرم أحدث ظهور لها، وده كان برفقة الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وده كان على حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات انستجرام، مشيرة إلى العلاقة الطيبة اللي بتربطهم ببعض. وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على حسابها الرسمي بموقع انستجرام عن الملكة رانيا قائلة: كان من دواعي سروري أن التقيت صاحبة الجلالة والتي تأسر قلوب الجميع في حفل العالم. وتابعت نانسي عجرم: أنا ممتنة لجهودها الرائعة في مساعدة المرضى والمحتاجين، تفانيكي ملهمة حقا. ويذكر أن حصلت الملكة رانيا العبد الله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة سنة 1991، وبدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن، وبعد كده عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات. والتقت الملكة رانيا بالأمير عبد الله أكبر أنجال الملك حسين بن طلال خلال حفل عشاء في يناير 1993، وكانت في الوقت ده بتبلغ الملكة رانيا عمر 23 عام، وكان الملك عبد الله عنده 31 عام. وبعد مرور شهرين أعلنوا خطبتهما، وتم الزواج بعد 6 أشهر في 10 يونيو 1993. وكانت العائلة المالكة الأردنية احتفلت بحفل زفاف الأميرة إيمان على جميل إلكسندر في مارس الماضي، ثم احتفل القصر الملكي الأردني بالأمير حسين بن عبد الله الثاني والأنسة رجوة في مايو الماضي. ودي كانت أخبارنا النهاردة عن الملكة رانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.